البرمجة يعني الأكواد في لغة برمجة معينة. للأسف ده مفهوم خطأ جدا. البرمجة مش مجرد لغة وبكتب أكواد عشان تعمل لي برنامج. البرمجة أصلا طريقة تفكير، البرمجة أسلوب لحل المشاكل، البرمجة تفكير منطقي لازم أعمله عشان عندي مشكلة عايز أحلها. كل ده برمجة. البرمجة بتمشي على خطوات علمية مرتبة، مبنية على أسس سليمة، عشان أقدر في الآخر أكتب الكود، والكود ده بعد كده يتعمل له تيست اختبار، بعد كده بيتعمل له صيانة عشان نقدر نشتغل عليه. فالبرمجة مش مجرد كود، البرمجة ده أسلوب تفكير وطريقة لحل المشاكل. كلنا محتاجين ان احنا نتعلم برمجة، مش عشان نكتب اكواد، عشان نعرف نفكر. تابعنا في كود فيرس اكاديمي يوصلك كل جديد في عالم البرمجة. سلام عليكم.